مساء الخير. مساء الخير مشاهدينا الكرام وفي قناة تونسية. مساء الخير، مرحبا بكم في برنامج عندي ما نقول لك. للتواصل معنا بإمكانكم المشاركة في برنامج عندي ما نقول لك. تطلبوا الرقم، تعملوا أبال فقط، أبال واحد فقط، 28 835 ألف، أو عنوان مؤسسة كاكتوس برود 26 نهج المعمل الشرقية 2. كان لاحظتوا معايا أنه الحكايات اللي تعدى في برنامج عندي ما نقول لك كلها حكايات مباشرة متأثرة بالوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في البلاد. صحيح احنا برنامج ماناش سياسي وما نعملوش في السياسة في برنامج عندي ما نقول لك، وما نحبوش نعملوها سانسيرمون لأنه اخترنا أنه يكون برنامج اجتماعي. لكن شوفوا التداخل بين ما هو سياسي وبين ما هو اقتصادي وبين ما هو اجتماعي. الحكايات اللي تعدى في برنامج عندي ما نقول لك الكل متأثرة بالوضع الاقتصادي. صحيح فما ربما ناس تجي تطرح مشاكل اجتماعية، لكن اساسا هي مشكله اقتصاديه، مشكله في طرق التعايش، في وسائل العيش، في اسلوب العيش. هذاك علاش انه راو الوضع السياسي والوضع الاجتماعي كلهم والوضع الاقتصادي الكل يؤثر في مشاكل الناس وفي اللي قاعد يتعدى حتى في برنامج عندي ما نقول لك، رغم اللي احنا ما نعملوش في السياسه اطلاقا. على كل حوصل الليله للحكايات اللي باش تتعدى الليله في برنامج عندي ما نقول لك. مشاهده طيبه للجميع. الليلة في عندي ما نقولك باش نتفرجوا في 3 حكايات، باش نكملوا حكاية حنان وعادل ونشوفوا شنو اللي باش يصير مع ولدهم فيما يخص صحته والعملية اللي باش يقوم بها. لكن قبلها باش نتبعوا حكاية سي علي اللي كانت مرته ديما تضرب فيه، الشيء اللي خلاهم يطلقوا. سي علاء معناها تكثر برشا كلام مثال وكل شيء، مثال طيح لي قدر مثال نوصل مثال باش نمسها ولا حاجه ترجع لي مثال. شوف سي علاء تطيح لي قدر مثال تقول لي تضربك ولا؟ ايه كان مسها تضربني ترجع تعطيك طرح. اما توا باش تتفرجوا في حكاية سي جيلاني اللي هربت عليه مرته وتخلت عليه. ولا وزيد السيد هذا يسب فيا ويعاير فيا وما خلى ما بقى فيا، قال لي طلقت وانا ناخذها. نحب نشوف انا الحكايه وين بالضبط، علاش خلاتني هيك. هذه صح. الشك في الحياة الزوجية إذا كان غير مبني على وقائع وغير مبني على مؤيدات يكون شك قاتل يؤدي بالضرورة إلى انهيار العلاقة الزوجية. ومسألة الشك بين الأزواج قد تقوي العلاقة بيناتهم وقد تدمر هذه العلاقة. الليلة في سياق هذا الموضوع نستقبل مع بعضنا سي الجيلاني. هاي جيلاني، أهلا وسهلا. مرحبا بك. جاري الجيلاني. سعادة تفضل. مرحبا بك. مرحبا. تفضل. هاي جيلاني. السلام عليكم. مرحبا بك. بدك أكثر سعادة. أيوة سيدي. لا يا سي جيلاني وين قاعد؟ عجبتك البلاصه؟ ايش بيك تتلطر تجي من هون؟ تجي من هون؟ عجبتك يا غادي؟ والله شو نقول لك، يعني الرافل اللي واحد حبيت نخاطبه. مرحبا بك سي جيلاني. منين جيتنا سيدي؟ من مسير. قداش عمرك؟ عمري 35 سنة. حتى نتعرفوا سيدي على حكايتك أكثر مباشرة تشاهد معايا هذا التقرير. طب الله يبارك. يحضر معنا الليلة سي جيلاني اللي تبدلت معاه مرته في ليلة ونهار. سي جيلاني يقول إنه مرته تغادر ديما محل الزوجية بدون إذنه، الشيء اللي خلاه يشك فيها وفي إنها تخون فيه. والليلة جا سي جيلاني اللي عندي ما نقولك مستدعي مرته مدام حميدة، يحب يقنعها ترجع لدارها وتبدأ صفحة جديدة معاه. أيوة سي جيلاني. سي علي. وين تعرفت عليها سيدي؟ تعرفت عليها في صالون دي تي. أنا نخدم في صالون دي تي. ايش تخدم؟ نخدم سيرفير. انت لاهي بالخدمة ولا؟ والله مش كيستيون لاهي بالخدمة، على خاطركش هذا مكتوب. جات قعدت غادي تشرب في كاستي؟ قعدت هي واصحابها، تعرفت عليها بحكم انها صاحبتها باش تخدم عرس في جمال. اي احنا ما نخدموا في العروسات في الصيف. تسربيو في العروسات. فوالا ناخذ عروسات ونسربيو. كانت العمليه كيك. خذات هي نمرويا من عند صاحبتها. كيفاش بدو هكاك وحده خذت نمرو؟ حطوا كي جيت تقول لك. خذت نمروك علاش؟ على اساس حبيت نتعرف عليها. تعرفنا على بعض. لا انت بعثت لها نمروك. لا انا عطيت النمرويا لصاحبتها. بحكم انا على اساس باش نخدم العرس. انت قصدي شكون بدا البدايه، الضربه الاولى شكون، انت ولا هي؟ والله البدايه هي شو نقول لك، ما عنديش بها حتى غايه، خزرت لي اللي انسان عجبتني ما يعني فوالا. حكي يعني لصاحبتها يعني. انا صاحبتها ما نعرفهاش راه.
على اساس استدعتني باش نخدم العرس سيتو. المهم عطيتها النوم. فوالا. هاي عطيت لصاحبتها، كلمتني هي بنمرها، كان عندها نيميرو 22. تواصلت علاقه كيكا، كلمتني قلت لها شكون معايا؟ قالت لي راني فلان الفلاني. اللي في القهوه تقابلنا واللي قالت لي انا راني جيناك، احنا 3 بنات اللي من جمال كذا كذا كذا. قلت لها راني عرفت. قلت لها شنو المطلوب مني انت تو ماداموزيل؟ قالت لي ما تسالش نتعرف عليك. قلت لها ما تسالش، انا بيدي نحب نتعرف وامنيتي نلقى بنيه بنت حلال كيفاش. علاش لا؟ من الباب الكبير. اي مش من الشباك. فوالا لا بالتليفون تكلم، خذي يعني كلمتها، حكيت معها، قلت لها ماذا بيك تنجم تجيني للمسير ونحكيو القعده الاولى والقعده الثانيه، تكلم امك وابوك واهليك. بعد انت تمشي لها كيفاش تجيك هي؟ ما هو المره الاولى باش نتعرف عليها انا شنو حياتي، هي شنو حياتها، شنو عندها، شنو ما عندهاش. كانت العمليه كيكا سي علي. تعرفتوا على بعضكم؟ تعرفنا على بعضنا. عجبتك؟ عجبتني، حكينا مع بعضنا، كانت تواصلت العمليه. قلت لها بنت الناس انا راني باش نجيك من الباب الكبير، نجم تقول لامك واهلك وماليك راني نحب نجي نخطبك. كلمة امها وكلمة دارها مخطبتها على عين الناس الكل. ملكت وركحت اموري من لا جوسكا زيد، ما خليتها نصحت في حد شيء. بدات فما شويه مشاكل في التليفون. انا التليفون نتاعها هي. شبيه كيف؟ هذايا في البريود اللي احنا مالكين فيه. مالكين مخطوبين معنا. هي نطلبها ل 10 ونص ل 11 نلقاها ديما اوكيبي اون اتونت، اوكيبي اون اتونت. قلت لها شنو هي الحكايه؟ قلت لها شنو هي الحكايه؟ ايش قالت لك؟ قالت لي راهم صحابي. يبالك صاحباتها. باهي ماهمش صاحباتها، انا حبيت تاكدت من المعلومه صحيحه. نلقاها عندها علاقه اخرى. وانتم مالكين واحنا مالكين بشخص اخر. وتاكدت من هذا انت؟ تاكدت من هذا والناس الكل على بالها. انا جاني لنا راني قدام 10 ملايين تونسي. انا باش نحب نرجع مرتي راني. تو انت راك وانت قاعد هنا قاعد تحكي على مرتك اللي هي مازالت مرتك. مازالت مرتي. باهي عندها علاقه مع، كيفاش عرفت اللي هي عندها علاقه مع شخص اخر وانت مملك بها؟ عرفت العلاقه على خاطركش هي كل بدات تجبد في روحها، حسيتها بدات تجبد في روحها مني انا. كيفاش؟ سبب العركه على عجال التليفون. قلت لها هكا وهكا وهكا. تليفون كل ليله قلت لها كل ما نطلبك اعطيني كذا، تقول لي صاحباتي، تقول لي كذا. يا سيدي صاحباتك ل 11 نصف الليل ما دي ساعه. انت تطلب تسال ولا ناس تتبع فيها؟ انا نساله بعد. تساله بعد صدقني نساله لا فقط حبيت نعرف معناتها. علاش سالتك السؤال هذا؟ باش نعرف اسكو دخلك الشك في مخك الى درجه انك تطلبها في الليل مخر تحب تثبت قاعده تتكلم ولا ما تتكلمش. اما راهو فما ديزوبيراتور نتاع تليفونات معناتها وقت اللي تطلب راه مش بشرط يطلع لك اون اتونت. بالطبيعه انا كي نطلب قلت لك ل 11 ونص نصف الليل ما دي ساعه ديما اون اتونت ديما اوكيبي. وتنجم تعمل تليفون واحد اخر وانت ما في بالكش بيه. ينجم يكون، لكن انا مانيش شاكك فيها. الشك هذا هو اللي حبيت نوصل. الشك نحيته اكوتي. هذا اللي حبيت نوصل. كلمتها قلت لها يا حميده تعمل مزيد كلمني صرحني شنو عندك في مخك. قل لي. قل لي خليني انا نحي الشك من برشا حوايج. لقيت فعلا عندها علاقه بشخص. كيفاش عرفت؟ عرفت بالنيميرو اللي كلم فيها هو في الليل. كيفاش عرفت النوم؟ اخذت النيميرو عطيته لها على اساس اختها. طلعته وحكيت معاه. حكيت معاه قال لي جيلاني راهو الصوره فيها وفيها وفيها. تعرفوا انت طلعت نعرفه ونعرفه يعني كراجل كبير يعني معرس بصغاره. اش قال لك؟ قال لي خويا انا راني هكا وهكا وهكا. الحل والرابط راه مش في يدي، مرتك هي اللي يعني خطيبتك هي اللي السبب. هي اللي وعلى فكره سي علاء انا خذيتها راهو كاتبه صداق ومطلقه من قبل راهو. هي كانت معرسه. كاتبه صداق برك. لا مش معرسه. كاتبه صداق. وعلاش طلقت؟ الله اعلم. عاد مرتك كنت تعرف. ما حبيتش ندخل في الامور هذيك. قلت لها احنا انسى الماضي ونبنيو تو حياتنا صفحه من جديد. مش مشكله. هي من بعد قلت لك العلاقه طورت بشوي بشوي على جال حكايه التليفون. خرجت على روحي قلت لها بنت الناس انا راني مش تاع الشيء هذا. انا راني زوالي نخدم على روحي تيم، فلذا راني مش تاع الشيء هذا. من الباب الكبير. ايش قالت لك؟ قالت لي اوكي. بعدنا على بعضنا بريود كي نقول لك عام هكاك عام ونص. ما قعدتش تتبع في اخبارها؟ لا شيء. ما فسختوش الخطوبه ولا قعدتوا مخطوبين؟ بالطبيعه انا خرجت على روحي هي مشات على روحها، الخطبه توفات. وفات. اتفقتوا العائلات الزوزه والخطبه وفات. السيده هذه اللي هي عامله معها علاقه مع راسه كل شيء. برمجوا هما ركحوا امورهم باش يحب يعرس بها. بحكم انه هو ماهوش مطلق. عنده اولاد والله مصلي على النبي قد ين. جاتني في اخر اللحظات اللي هو لو 18 جويي في الشهر اللي فات نتاع 2012. قالت لي جيلاني انا راهي علاقتي انتهت مع الشخص هذاك وراني توا
باش نبني حياتي معاك ونعرس. وانت قبلت؟ بالطبيعه قبلت بحكم انا نحبها. انت تحبها؟ فوالا انا نحبها، لكن ما حبيتش نطول ما حبيتش ما حبيتش يعني ياك المشاكل وك الحكايات الفارغه. قعدت نحبها، نخدم على روحي، نكون في روحي بشوي بشوي. قالت لي جيلاني راه في الدات لو 18 جويي اللي عملتها انا قبل راني باش نعرس بها في السنه في الصيف هذا. ما حسيتش روحك هكا رود سكور يا رجل؟ والله يجب نقول لك عجلة خامسة معناتها؟ لا ما خطفتش مع الراجل؟ لا سي نرجع للاولاني. لا نحكي لك. خاطرش انا حبيتها بكل صراحه. قلت لها حميده عمري 35 سنه، انا ما ناديتش كلمه امه. اليوم قلت لها تعوض لي امي، تعوض لي اختي، وتعوض لي الدنيا ما فيها. قالت لي اوكي. به عرستوا؟ عرسنا 7 شهور اللهم صل على النبي. ما لاباس كل شيء مريقل امورنا 5 خرجت تخدم في صالون دو كوافير، ما عجبتهاش الخدمه، قالت لي راهي الخدمه ياسر عليا، حاول كيفاش تاخذ قرض من عند عرفك ولا تشوف لنا شويه فلوس وتعطينا تحل لنا صاله في الدار. كانت العمليه كيك. حليت لها مشيت تسلفت 3 مليون و800. حليت لها صالون دو كوافير في داري في الدار به. هذايا من واحد. جات مره بعد ما حليت لها صالون دو كوافير قالت لي رفما سيمينار مش نمشي للسيمينار باش ناخذ الشهاده الكفاءه المهنيه. قلت لها على عيني وراسي، انا نخدم اموركم ريقله، امورنا 5 من بعد السيمينار تبدلت. كيفاش؟ تبدلت كومبليتمون. مشيت على اساس على 3 ايام يا اخي. قعدت 7 ايام. قالت لك راه باش نزيد؟ قالت لي باش نزيد، لكن في الرابع ايام نتاع السيمينار تليفونها قالت لي راه طاح وتسكر ولا تكسر ما نعرفش. وين مشى؟ تطلب فيا بتليفون اخر، ماني نعرف عليها اني. تطلب فيك في تليفون اخر؟ تطلب فيا بنمرو اخر. ما زميلتها ولا شكون. تعرفت على واحده هذا كيفاش وصلت له انت بعد؟ من بعد كي روحت قالت لي راني تعرفت في السيمينار على باش تاخذ ريجيستر يعني الشهاده الكفاءه المهنيه باش تاخذ قرض تعاون روحها وتحل كيما نقولوا في العمران على الطريق. والله قلت لها ما تسالش، انا معاك بنيتي صافيه بقلب ورب. تعرفت هي قالت انا هذه ساعه صاحبتها راني ما نعرفهاش. من بعد كل مره ولات تخرج وتدخل، وين تمشي تقول لي ماشي بحذا صاحبتي. باذنك ولا مش باذنك؟ لا باذني. باذنك. تقول لي راني مش تصدق انت تقول لها باش نصدق. قلت لها استثمرت. فوالا قلت لها هات المراه هذه استدعاها خلينا نعرفوها ونتعرفوا عليها وعلاقه يعني تولي فاميليات مع بعضها. قالت لي ذي اموري وما يهمكش فيه. اش قلت لها انت وقتها؟ شنو نقول لها؟ قلت لها كيفاش تقول لي امورك وما يهمكش فيك اللي انا راجلك. ويظهر لي من حقي باش نسال على مرتي وين تمشي وين تبات وين كذا. باهي. من الفازه هذيك نتاع المره الاولى هزت لي دبش خلات لي دار سقف وقع. لا ما استنى انت شكيت فيها ولا ما شكيتش؟ بحكم انها خبت عليا وليت نشك فيها. وليت تشك. هزين الدبش كيفاش جا وحده هكاكا؟ وهي كي مشات قعدت 21 يوم. بموافقتك ولا مش بموافقتك؟ في المره الثانيه مشات وحدها يعني من بموافقتك ولا مش بموافقتك؟ ليه عاد كيكا انا واحد من الناس وقت اللي قلت لها برا هذه برتك نعرف سي علي. انت موافق على الشيء هذا ولا ما موافق على اساس على نهار باش تمشي وترجع. قعدت فاتت نهارين وعملت 21 يوم. انت اش عملت؟ شنو عندي عملت؟ حتى هزت لي دبش وخلت لي داري سقف وقع. هزت لك الحوايج. هزت ما خلت حتى شيء رقد على العزليس. وين مشات؟ مشات قلت لها اللي يمشي غضبان يمشي بحذا دار امه وبحذا خالته وبحذا عمته. فاش اكتشفت غادي فما؟ اكتشفت اللي كون فما واحد قال لي انا فلان فلاني اسمي ولا شنو. كيفاش اكتشفت؟ هي قالت. قالت لك قالت لي راني انا في الحفظ والامان وبحذا صاحبتي اللي مشات معها في السيمينار. وهي بحذا صاحبتها؟ الله اعلم انا ما عادتهاليش. علاش مشات للدار هذيا دار؟ عاد اسالها هي انا منين نعرف؟ لا انا نحب نشوف انت سالتهاش. سالتها. اش قالت لك؟ قالت لي ذيك اموري. ديما شاده كان في اموري، ديما شاده في الكلمه هذه حياتي وانا حره فيها. قلتهاش راك مرت راجل انت؟ قلت لها راك مرت راجل وطلقتني من الاول. عملت لي طلاق بالانشاء. طلقتك انشاء؟ من الاول عملت طلاق انشاء. في ال 21 يوم اللي صاروا هو اللي هزها وطلعت لي كل شيء. وعلاه هز فيها؟ منين نعرف عليه؟ وقت اللي انا طلعت عاد المنفذ باش نجيب انا دبشي ونرجعها ورجعنا ولا باس. طلع لي هو مشى هزها للمحل الاستاذ هذايا في عليه هو شجعها؟ بالك هزها وبرا قالت له نحب نطلق؟ قالها برا طلق. شجعها هكاك من لا شيء. نسال فيك. يعني نسال فيك على مرتك انا مش على حد اخر. لا زعل هو سبب المشكله هي انا نحب نعرف مرتي وين قاعده تمشي. انت تو ما تعرفش؟ هذه صح. وزدت عملت يعني اللي جيت لعمليه الاختبار في الكاستينغ ما تعرفش فيه؟ ما نعرفش هذه ساعه هي وين.
ايوه. وانا اليوم جاي على اساس باش نرجع مرتي. اخي مش قلت لي طلقتك طلاق انشاء سامحني؟ متصالحنا. بشويه بشويه ما حكايه جيلاني. لا عندي سدعوات، عندي كل شيء راسي عليه. استنى خاطر انت تخبي عليا سكيت باري. لا ما خبيتش عليك شيء. هاك ما قلتليش من قبيله رجعت، انا كنت باش نسكر معك الحكايه على اساس انك ما تعرف حتى شيء على مرة. طلقتني المره الاولى انشاء. كيفاش بعد ما تمشي 21 يوم ترجع لها؟ رجعها لي هو. طلقتني مره اخرى، المره الثانيه بالانشاء. رجعها لك. ايه. جا هو مرته صغار ولا واحد؟ ما جاش لا هو لا مرته ولا صغار. جا هو وياه؟ جا هو وياه وجايب لي كاميون ترانسبورتور فيه دبش وقال لي هوني مرتك. بعد 21 يوم. سالتوش وسالتاش؟ مش نسال، قال لي انا ابو صغار وعندي مرتي وعندي صغاري. يا خويا قلت له يا تعيجه بحذانا ضيفها بحذانا. لا قال لي ما نجيش وما نجيبش مرتي وما نجيبش صغاري. مش حكيت معاه انت؟ قلت له علاش مشي؟ قلت ليش علاش مشيت من الدار وحبيت تطلقني طلاق انشاء؟ قوليش قالت لك اموري. عانيت الكثير منها. كيفاش؟ ياسر عانيت. اي شنو اش عانيت؟ عانيت نقول لها ما تمشيش لك البلاصه تقول لي نمشي. يظهر فيك مسايب اللعب شوي. مش مسايب اللعب. اسمع اجي ليه؟ نعم سي علي. انت ما مستسهل. تو مرتك استنى، تو مرتك تخرج 21 يوم وتطلقك طلاق انشاء وتهزلك دبشك ومن بعد تجيك هي وراجل يرجع حالك راجل غريب يقول لك هاي مرتك. لا تقول له انت جاب حذايا. على خاطرك استنى عاد تقول له انت جاب حذايا يقول لك لا انا عندي مرتي وصغاري. ومن بعد تقول لي رجع حالي السيد هذا. كل شيء باش يتكشف توتر على عينك. لا هذه ساعه هذه ساعه. انت ما سلتهاش استفسرت. قلت لها وين مشيت؟ قالت لي بحذا صاحبتي. اني هذه ساعه صاحبتها انا شكون هي هذه؟ توا هذا بالك هذا راجل امراه صاحبتها وما فما حتى شيء. هات خلينا نشوفوه. شو ما حبتش؟ قالت لك ما حب. كلمت صاحبتها مره في التليفون. ما عدت لي حتى حد يتعدي لي هو يا تكلمني مرتي. يا هو يا مرتي. قلت له هات عدي لي مرتك. قال لي لا انا مرتي ما ندخلهاش في امور كيما هكا. مخبي عليها حاجه جيلاني؟ والله لا نخبي عليك حتى شيء. لا بالحق والله العظيم وراني مصارحك في كل شيء. ماكش مخبي عليها حتى شيء. وهذه لحظه. المره الثانيه علاش خرجت؟ سبب العركه الثانيه راهي مره اخرى. سبب العركه الثانيه مشيت للحجامه. مشيت على اساس باش تحجم. قالت لي جيلاني جيب لي 30 دينار وما عنديش فلوس. هزيت لها 30 دينار وروحت في الثنيه. باهي. من الفازه هذيك ولات مشاكل اخرى. قلت لها انا هو ماشي نخدم على روحي. خاطرك في المره الثالثه قلت لها ما تمشيش ونبهت قلت لها راك تمشي. مشيت ولا ما مشيتش؟ قلت لها تمشي راك تحمل مسؤوليتك. مشيت. ايش عملت انا؟ اللي هذه ساعه. التو. قداش لها الحكايه هذه؟ عندها تو بريسك من نهار 15. من نهار 15. انت علاش جيتني اليوم؟ جيت اليوم على اساس باش نحب نرجع مرتي لدارها. بعد هذا الكل اللي صار؟ بعد هذا الكل على خاطرش انا على اساس نحبها وما نكرههاش. لا انا اللي مهبلني تعرف شنو؟ انه ما عندكش سلطه عليها. ما عنديش. ولا وزيد السيد هذا يسب فيا ويعاير فيا وما خلى ما بقى فيا. قال لي طلقت وانا ناخذها. نحب نشوف انا الحكايه وين بالضبط. علاش خلاتني هيك لهذه ساعه؟ انت تحكي بجدك انت ولا صدقني نحكي بجدي. شوف يا تكون طيب الحمد لله. لا استنى عاد هذه الفرضيه الاولى. يا تكون جيلاني انت طيب برشا وعلى نياتك وكيما قلت لي من الاول معناتها هذاك المقرص هذاك المعجون هذاك اللي فهم. والا تكون سامحني في كلمه راني ما نحبش نقولها. ما هيش الكلمه الخايبه راهو لا ما يتبدرش لذهن بعض الناس. والا تكون جيلاني قلت لك قبيليك مسيب. انت مخلي الامور هكا. نو عطيها الفيفير في يديها. سيبوتي كيفاش تعطيها؟ مش لكن في حدود. فيفير في حدود ساعه. فيفير تمشي. تو سامحني انا علاش عركنا الكل؟ انا مشيت شنو تحبني نعمل لها وعملت بيا طلاق مره اخرى بالثانيه. يا اخي ما بيش راجل ما عندك السلطه على مرتك. ما هو تمشي تخرج معاها وتوصلها انت وكذا كان مشيت تضغط عليها. ما حبتش ما تخاف منها. ما نخافش منها ما تخلينيش باش نمشي معاها. لا تخاف منها ولا ما تخافش منها؟ بس علي نقول لك. لا قول لي استنى تخاف منها انت؟ لا الخوف كان من ربي. ما انا خايف لا تخسرها. بطبيعه. تحبها هكا للدرجه للدرجه هذه. علاش؟ لا كنت باش تقول شنو لت. لا للدرجه هذه يعني للتوب نحبها. تحبها برشا. اي نحبها. حتى بعد اللي عملته سامحني خذيت بنت الناس اخي باش نهملها وقايم بالواجب راسي على نخدم في الدينا صباح ونخدم في الصالون دوتيل عشيه راه. نخدم في خدمتين راه. هي ما هي عملت فيك شنو تحب نعمل انا على اساس هاني جيت لهنا على اساس باش نحب نشوفها شنو الحكايه بالضبط. اش طالب مني انت اليوم؟ انا طالب منك ساعه نحب نرجع مرتي لك. على كل ان شاء الله الليله نوفق سي جيلاني في انه شو اسمها مرتك؟ حميده تكون موجوده الليله بحذانا في برنامج عندي ما نقول لك. سي جيلاني جا البرنامج عندي ما نقول لك. والله حكايه غريبه شويه بصراحه. انا توا مصدق جيلاني
في اللي حكاه الكل يقول لي مرتي حاولت تطلق وانشاء تخرج بدون اذنه، يوصلها راجل للدار ويقول له شد عليا مرتك، والراجل توا ماهوش فاهم علاش هذايا الكل صاير. الليله السجلاني جا البرنامج عندي ما نقول لك يحب يستدعى مرته، اولا باش يعرفها فين، خاطر من نهار 15 شهر اللي فاتت ما يعرفهاش فين، باش يحب يرجعها بعد هذايا الكل اللي صار. اللحظات الحاسمه في الاستوديو الفرعي. الثانيه له مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. بحذايا مدام حميده. مرحبا. مرحبا بك. عايشك. منين جيتنا انت؟ وليد. قداش عمرك؟ 24. معرسه ولا؟ معرسه. ثم شكون عنده ما يقول لك في البلاتو الرئيسي، تهبط تشوفوا معايا، تفضل. ميرسي. مرحبا بك يا حميدة. ايوه، كنت تتوقع نهار انك تكون ضيفة في برنامج عندي ما نقول لك؟ ولا لا؟ باهي، عندك شك ينجم يكون شكون اللي استدعاك الليلة في برنامج عندي ما نقول لك؟ عندك بعض الشكوك. باهي، هات ما نسبقوش الاحداث، نقدم لك بعض المؤشرات بالكش يعاونوك ويقربوا لك الى المؤشر رقم 1. طب يلا حميدة، مش يقولوا ابكي يا قلبي على اللي مات وما تبكيش على اللي فارقك في حياته؟ ابكي يا قلب. ابكي يا قلب على اللي مات وما تبكيش على اللي فارقك في حياته. واحد يبكي على اللي يموت له مش على اللي فارقه في حياته. بعد لي ذا. بعدك. نمشيو للمؤشر رقم 2. طب يلا حميدة، المحبة المضروبة تخلف العقوبة. المحبة المضروبة المضروبة ولا المضروبة، مو كيف هي مضروبة معناتها مضروبة، تخلف العقوبة. قرب لي شوي. قرب لك شوي. شكون اللي نجم يكون استدعاك الليلة وهو خلف والا هي خلف هذا الستار الليلة في برنامج عندي ما نقول لك؟ عندي شك. عندك شك؟ شوف معايا، شكك في محله، نعم أم لا؟ شكي في محله. شكك في محله. شكون؟ راجلي. علاش مهمهة الساعة؟ قلت لك شكون، خذيت 5 ثواني تقريبا باش قلت لي راجلي. خاطر بون مكتوب وفاء. اي هو راجلك ولا مش راجلك؟ فهمت؟ حاليا مازال راجلي. حاليا. نحكي لك الحكايه كيما حكاها لي سي جيلاني وقول لي شنو هو الصحيح شنو هو الغلط. تعرفتوا مع بعضكم على بعضكم في صالون دو تي. بعث لك نمروه عن طريق واحده يعرفها، عجبته عجبك، حبك حبيته، عجبتوا بعضكم، اخترتوا بعضكم، قال لك راني زوالي وراني انسان نخدم على روحي وانسان رايد في مخي وانا ما عنديش لا هكا لا هكا. قبل العرس تقريبا ب7 اشهر وانتم مازلتم ملكين، يكتشف يطلبك في الليل انك ديما تقعد تحكي في التليفونات تقريبا معناتها من 10 بعد 10 نتاع الليل وانت تحكي في التليفونات. المهم اتاكد من بعد اللي انت على علاقه براجل واحد اخر. هذا اللي قاله لي هو، واتصل هو بالراجل الاخر وقال له راهو هكا وهكا واكد له المعلومه. رغم هذاك حاول باش طلب منك باش تبعد على الحكايه هذه، على كل ما تفهمتوش ظهر لي وتفارقتوا وبطلت الخطبه. قعدتوا بعد عام ولا عام ونص انت كلمته قلت له راني ما عادش مع الراجل هذاك وتوا راني نجم نكون على ذمتك، عرستوا قعدتوا متهنين قرابه 7 اشهر 8 اشهر مع بعضكم. في الاخر قال لي المراه جابها لي راجل للدار وقال لي هاي شد عليا مرتك اخويا، هاي مرتك تروح. وعندك من نهار 15 من الشهر اللي فات
وما يعرفش عليك الراجل فين. ابار انك انت هزيت له معناتها دبش ودرا شنو، والراجل هذا يبدو لي هو راجل صاحبتك ما هوش فاهم، هو ملخبط في مخه، ملخبط. قال لك شكون هو الراجل هذا؟ وشنو هي علاقتك بالمراه هذيا؟ وشنو هي بالضبط؟ قال انا مانيش فاهم حتى شيء. وعلاش هزيت روحك وخرجت من الدار؟ هذا اللي قاله لي تقريبا معناتها ملخص. اش رايك لله؟ ما عندي ما نقول. ما عندك ما تقول. الكلام اللي قالوا صحيح ما فما صحيح وفما الغلط. شنو هو الصحيح وشنو هو الغلط؟ بوني الراجل هذا مش باش نحكي على التفاصيل خاطر ما عادش تعنيني التفاصيل، باش نستحفظ بها روحي اني. مكتوب وفاك هاو. هو يحب يفهم تو المشكلة. شنو مش يفهم؟ سامحني هو حميدة، انسان يحكي في حديث. حميد المشكلة انه هو مش فاهم. شنو يحب يفهم هو؟ هو يحب يفهم علاش؟ هو يحب هو جابني لهنا باش يفهم علاش؟ لحظة بركة، احنا علاش نسبقوا في الأحداث؟ أنت ما تحبش تحكي، خلينا نسمعوه هو، علاش استدعاك وعلاش جابك؟ لا خليه ياخذ راحته. واش عندك ما يقول؟ واش عنده ما يقول لك؟ تفضل جيلاني، قلت لي جيب لي مرتي، هاي سيدي، هذه هي مرتك تفضل. عسلامة حميدة. عسلامة. شنو أحوالك؟ الحمد لله. لاباس أمورك؟ الحمد لله. أنا جيت لنا عندي ما نقول لك يا حميدة قدام 10 ملايين تونس. أنا راني نحبك وما نكرهكش. ولهذه ساعة. وذول أنت تعرف جيلاني شنو معاك بالضبط. صحيح صارت سوء تفاهم قبل. أنا حبيت نعلم شكون هو السيد هذا اللي تمشي أنت بحذاه. لهذه ساعة أنا ما نعرفش عليك أنت وين بالضبط. نحب نفهم ونحب نشوف. أنا ما نعرفش. أنا أول حاجة مرضت في جرتك. أنا لهذه ساعة تعب. بسم الله عليك. بالحق صوتي هكا قبل مش هكا صوتي. لهذه ساعة أنا لما نرقد في الليلة نرقد ساعتين. علاش؟ اي اعطيني سؤال محدد، ما فهمتش اني تو علاش. شنو سؤال محدد؟ اعطيني سؤال محدد. علاش انت من الاول خرجت هزيت دبشك؟ يا حميد اسمعني، علاش من الاول هزيت دبشك وخرجت وبعد رجعت لي جابني السيد هذا يدعي لي كونه هو اللي رجعك، صح ولا لا؟ باهي نجاوبك عليه. باهي. هزيت دبشي على خاطر اني وياك ما عادش نتفاهموا، وانت تعرف علاش؟ حديث فارغ ما نجمش نحكيه قدام 10,000 تونسي. لا ما يسالش احكيه علاش. لا حديث فارغ. لا تحكي مش نجاوبك على معناها حد سؤالك انت. هزت دبشي سي خاطر ما عادش فيها. فهمت؟ وطلبت الطلاق. وكاو كيما نقعدوا متمرمدين وكيما نقعدوا يوليو عنا صغار ويقعدوا متمرمدين معانا. لا انت مرمت روحك بروحك على السيد هذا هو اللي يرد لك دارك. السيد هذا اللي هو اسمه من فضلك شنو من فضلك؟ ما تجبدش العباد. لا هو ما تجبدش العباد. لا حميده ما نحبكش تغلط. اسمعني عايشك جيلاني، ما تجبدش العباد. ما هوش ما نجبدش العباد خاطرش وصاك هو قالك ما جبدنيش. هو ما جبدكش. ما تجبدوش، ما تحكيش عليهم، تحكيش على عبادك هيك. عندي مشكله اني وياك نحلوها. عندك سؤال اخر؟ هو قدام 10 ملايين تونسي. نحب نفهم انت تو مع السيد هذا شكون؟ انت جايبني هوني باش تعرف شكون السيد هذاك؟ لا مش على اساس هذا. انا جايبك على هنا باش نرجعك لدارك. واني مانيش راجعه. علاش؟ حق من حقوقي. فما سبب محمد معين. ما عادش نجم نعيش معاك، انت تعرف اسبابك وما غير ما نحكي قدام العباد. فهمت؟ خاطر لو كان اني مش نحكي توا هما يحكموا وحدهم. لا ما تسالش. اسك اني الانسانه هذه عايشه معاك. اسك اني متهنيه ولا؟ فهمت؟ متهنيه في الحفظ ولا؟ عطيني قدري ولا؟ مستحفظه عليا ولا؟ فهمت؟ معناها خليني ساكته اخي، خلي طبق مستور وكاهو. سامحني، فما جيران يشهدوا، فما ناس تشهد، فما عروسات تشهد. عندي واحد برك يشهد هو الله سبحانه وتعالى. بالطبيعه خلي هذاك ربي سبحانه بالنسبه للعباد كل انسان يشهد على روحه. انا يا حميده انا ما ظلمتكش، وانا ربي يشهد عليا، واليوم جاي قدام 10 ملايين تونس. اسمعني نقول لك حاجه. كل انسان مسكر بابه على روحه. باهي فما حيوت مسطر على مالها. معناها لا واحد يغطي على واحد. يا حميده اني عايشه معاك واني نعرف حياتي شنية معاك. واني ضحيت معاك. وانت ما كنتش في المستوى. وانا ضحيت معاك شويه. واني ما نحبش نقول لك حتى كلمه اخرى. ما عدا مكتوبنا ولد الناس وفاء. ضحيت معاك شويه انا. اسمعني عايشك، انت ضحيت واني ضحيت، ولا واحد قمطوه مش يحاسب واحد. لا ما تسالش، انا جاي لنا باش نشوف الحقيقه. ولا اني عامله مزيه. اني بالنسبه اخر كلمه مكتوبنا وفاء، وربي يجيب لك ما خير مني. نعرف مكتوبنا وفاء. فما سبب حميده فما سبب يا حميده لحظه يا جلال. تو شوف، صحيح البيوت اسرار، وصحيح
تنجم تتحفظ على حاجات ما تحبش تحكيهم، لكن هو مش فاهم. تعرفش علاش ما نحبش نحكيهم؟ خاطر يضحكوا. شنو ما قل؟ يضحكوا. شنو خاطر مش انسان نتاع انسان بعقله. كيفاش؟ انسان راجل كامل في داره. نحكي لك فازه، نحكيها له فازة القلوب، خليه يضحكوا الجماعه شوي. تسالش احكي تو انت جيت لنا باش نحكيو راه. باهي علي نحكي لك مش مشكل. احنا منهم مره خذيت قلوب تركيا، قلوب الابيض هذاك. قلوب الابيض. حطيت القرطاس على الطاوله. دخلت للكوجينه نطيب، جاني قال لي شنو هذاك؟ قلت له قلوب. هو ما يعرفوش سبحان الله، ماش مساس يشري. ما يعرفوش. يعني واحده من الناس اول مره نشريه، فهمت؟ جاني قال لي شنو هذاك؟ قلت له هذاك قلوب. قال لي شنو الفرق ما بين القلوب الكحل والقلوب هذايا؟ قلت له كان انت تحب تاكل كول، ما حبيتش انت حر، فيهاش حاجه. ايش بيك كبسه انت؟ ما نقولوا ذوق. قلت له لا، اني مديت له قلت له كول، اني مديته له. باهي نورمالمون معناها كي نشري حاجه عادي. تصور انت مشي للسوبريت يقضي، جاء دخل قال لي حميده. قلت له نعم. تصور اني عامله جو في داري نطيب في فطوري كالم مريقله. قال لي اني هابط اللوطه، مشيت للسوبريت نقضي، قال لي نلقى واحد راكب على كرهبه وحل الشباك نتاع كرهبته وينقش في القلوب، نفس القلوب اللي عندك انت، ويغزر لي. قال لي اني بالعمل خذيت سيري الكرهبه هيك. خذيت سيري الكرهبه، ايش دخلها في القلوب؟ قل لي اني اش نعمل وقتها هيك. قعدت نغزر له. قلت له وين؟ خلينا نهبط اللوطه نشوفوا، واني حاله شباك بيت الساله وهو ما يوريش معناها اللوطه، فهمت؟ قلت له بربي خلينا نهبط نشوف شكون. قال لي معناها تبحت الغزره نتاعو تبدلت. قال لي كي انت ما عندك شيء هيك يعمل، انت ما عندك شيء الوقت مش تهبط تشوفوا عليه. اسك انت لوجيك تحكي مع مرتك هكا؟ يا جيلان. نعم سي علاء. شنو هي فازة تضحك هذه؟ لا يا سي علاء. الواقع نتاع سي علاء مش هكاك سي علاء. كيفاش؟ هي بالنسبه لحفاظه القلوب صحيح، لكن انا القلوب البيضاء راني ما نعرفهاش يا علاء. باهي مش عيب واحد. مش عيب، انا ما نعرفهاش ومانيش لا مش مشكله. تنجم تكون تعرف القلوب الكحله والقلوب البيضاء. لا سي علاء، ما لوجيك تحب الواقع. انا القلوب البيضاء ما عرفتهاش سي علاء. مش مشكله. مش معناتها كي تلقى راجل اخر ياكل في قلوب بيضاء معناتها على علاقه هو. لا سي علاء، في الفازه هذه ماهيش كيكه راهي كامله. الفازه هذه انا مروح، هي ديجا بعثتني وقتها للحانوته ديجا. باهي مروح انا فما كرهبه صحيح مراكب بجنب البطيمه نتاعنا. ما انت اللي ياكلوا القلوب البيضاء كل. لا يا سي علاء. يا ابو حميده. لا سي علاء، مش هذه الحكايه. لا شنو؟ لا انا شنو الراجل قاعد يخزر لي ويثبت سبحان الله. ما خاطرك انت تخزر لي القلوب. انا كي حكيتها لمرتي راني حكيتها على. ما نعرفهاش سي علاء. تخزر للراجل ياكل في القلوب. لا سي علاء. في القلوب. سي علاء. وسي جيلاني يعمل له هكا. لا سي علاء. باش يخزر لك. سي علاء. انا راني حكيتها حسن نيه، راني مانيش نقصد بها حتى شيء. نعرف. لا حاشا وكلا باهيش. لا والله العظيم صدقني كي نحكي لك. ريتو يخزر لك باهي. لا من هذيك وقتها جيت عاودتها لها قلت لها يا حميده راه فما واحد قاعد يخزر. اني عطيتك فازه تضحك راهي. ما عطيتكش الكبير. حكايه تافهه هكا ولا يا جيلاني؟ نعم سي علاء. تافهه الحكايه. تافهه. تعرفش هذه متى صارت الحكايه التافهه؟ بعد ما هز الدبش ورجعته. بعد موعد قدام اهله وماليه. سامحني، علاش تمشي تخرج من دارك وما تقولوش؟ باين نحكي لك يعني مفازن بون مش اوكي نحكيها. نهار تفين شكري بالعيد هكا كلمته في التليفون. جاب هو دجاجه. قال لي حميده طيب العشاء. قلت له اوكي. كلمته في التليفون. قلت له نمشي واحده صاحبتي، مش نقعد شويه ونجي عندي قضيه بون مش نقضيها. صاحبتك وين؟ بحذايا في الحومه مش بعيده، مش ناخذ تاكسي ونمشي. تو نجي. قال لي اوكي. تصور انت نخرج اني من الدار، اول حاجه تليفون ما يسكتش. باهي معناها مش نتلاها اني في التاكسي ولا نتلاها في الشارع ولا نتلاها بالتليفون. من حقي نوصل اني تعرف كيفاش؟ وصلت؟ لا مازلت. انت وين؟ في التاكسي. باهي نعلق منه هو يصاني منه. ما وصلتش معناها قلت عليه اني عندي ما نعرفش طياره. من حقي خايف عليك. وصلت بحذا صاحبتي، قعدت بحذاها شويه، عاود يطلب. قال لي انت وين؟ قلت له اني في دار صاحبتي. قال لي لتوا مازال حتى الخمسه مازال تاع العشاء. تصور انت هذاك يروح ل 11 نتاع الليل، معناها اني كنت طيبه عشاء حتى العشرة ساعه معناها يحضر، فهمت؟ قال لي مازلت. قلت له مازلت. ولا يسب فيا، يسمع في الكلام في التليفون. اش قال لي؟ هذيا كي نقول لك العاشر مره ونحكي معاه. قلت له اني مازلت تسبني ولا مازلت طيح لي قدري، راني ما عادش ما نقولوش مش نعمل لك، نقول له ما عادش نقعد لك. مش صحيح. باهي وخذينا بعضنا عليه يحكي لك ما خذاني هذاك الا ما وصل يبكي، الا ما وصل راكع على ساقيه، وسلمت اني في الدنيا ما فيها واخترته هو.
قلت زوالي ولد عندي فيه اي قلت زوالي واللي يحبني خير اني معناها خير من اني نحبه كذا واش عندي فيه وهذيك مغرفتي شنو هزت اوكي نمشي معاك. اما تصور انت قاعد يسب فيا ويسمع فيا في الكلام ما نكذبش عليك قررت باش نهز دبشي. لا وقررت اغليه وقل له زاده قدمت قضيه في الطلاق ديريكت. وبعديك خويته ومعناها وناسي وناسه وهو صدقني على خاطر اخته بالحق عنده اخته عسل الدنيا بالحق. اني بالحق نقولها قدام الناس الكل. اي تو هذوما على خاطر الناس الكل رجعت. اي خلينا نكمل لك سامحني. الخلافات هذوما الكل عاديه بصراحه ما فيهاش مشكله. تي مش مقصر الراجل ما صدقني سي علاء نخدم ليل ونهار سي علاء. شهاده طبيه في المركز. لا لحظه يا جيلاني. لا ضربني. يا جيلاني نعم سي علاء. كيفاش؟ نعم عطيتها طريقه. ضربني وفك لي فلوسي وفك لي بورتابلويا وفك لي لينيتي. لا والله ما مسيتها سي علاء. ضربتها ولا؟ والله ما مسيتها. دزيتها. تعرف وقتاش دزيتها؟ ايوه وقت اللي شدت لا سي علاء باش نقول لك. وقت شدت السكين لا سي علاء. شدت السكينه وقالت لي باش نقتل روحي. باش نجاوبوا اني عندي شهاده طبيه في المركز تثبت اني مشيت وجهي مندوب للمركز ضربني مرتين. عاد انت ندبت وجهك يا مدام مش هو ضرب. لا سي علاء خبشني هو اني عمري ما ندب وجهي في حياتي. سي علاء نعم بربي يقول لها شكون السيد اللي تمشي بعدها؟ يحب يعرف شكون نحب نعرف هذا شكون السيد؟ اي سيد ولا سيدة؟ كي هو سامحني كي هو السيد لا تحب ترجعني انت. شنو تحب ترجعني؟ اني نحب نعرف مرتي وين تمشي. ايوه هو كي هو انت هذه ساعه ما نعرفكش وين يا حميده. استنى انت اول حاجه معناها بقدرك بقيمتك تطيح روحك وتقول اني هي خبشت وجه عليا جاهله عندك باش نقوم نندب وجهي في مازلنا احنا في عصر ما نعرفش اني عاد انت شوف انت القضيه اللي عملتها لي في المركز شنو وي معناها يلزمك تكذب تقول اني ما ضربتش مرتي. ما ضربتكش والله ما مسيتك. عليه السيد هذاك ضربني مرتي اني عروسه 3 شهور ناكلت ريحه في الدار. علاش؟ اسالوا علاش؟ واني دوري على وجهي سامحني هذاك كي خذيته لا يخلص سكري لا يصرف عليا. باهي نصرفش عليا نصرف اني وعندي شهود وعندي بينه واسال حتى مولا الدار. باهي انا يظهر لي ضرب الشك. واني نقول لك حاجه نعطيها لك من الاخر. مريض نفساني هذاك بالله. اني كان نحكي بالكبير. اني مريض نفساني. تو الناس الكل بالحق ما نجمش نحكي خليها في القلب. كي جيت مريض نفساني ما نجيش للبرنامج عندي ما نقول لك. هذاك كل ليله في بيتي مشعل لي الضوء وكل مراه ينقر عليا حتى كي نرقد قبل ما يجي هو يقول لي نومك مش بلاش. كي نتعشى يقول لي انت علاش انت راقده ما استنيتنيش ل 11 يلزمني نقعد اني على الفوتي نستناه لين يجي هو ل 11 نتاع الليل. نتعشى اني قبله السيد هذاك يولي ينقر عليا كل مراه في الدار. حميده علاش تتعشى قبل ما نجي اني؟ حميده فما ربي يتقي مولاي. مرتي يحبك يا بنتي. مش نقعد ل 11 نتاع الليل نستنى فيه هي. ترقد على روحك مش مشكلة. نقعد جيعانه ما ناكلش لين يجي هو ناكل معاه. ما هو يخدم. مش نعطيك حاجه اخرى يا حميده على شكون يخدم؟ مش نعطيك حاجه اخرى. يجي يلقاني لابسه مثلا حتى تجيني بودي خرجت اليوم ما خرجتش خرجت ما خرجتش شنو يعمل؟ المسافه من الكوجينه لبيت النوم يناخ شنو يقول؟ ان شاء الله لا في قلبي ما يطلعش صحيح. كيفاش السيد هذايا؟ سي علاء جيلاني مش كيك على الاخر. سي علاء تفهم في المشكله. سي علاء يا جيلاني نعم استناني ساعه. انت تشك فيها مرتك؟ لا شنو نحب نعرف شكون هذه شكون؟ ساروت شاده في هذاك الراجل مش ناخذه العروس الجديد. بربي انا قلتها قدام 10,000 تونسي. ما تقولش هالكلام. ليه بالحق؟ يعني قلتها قدام 10,000 تونسي. عاد وقتها يولي يشكوا في محل. اموره هذيك. هاكا ظهرت الحقيقه. توا ظهرت الحقيقه. الحمد لله يا ربي قدام 10 ملايين تونسي. توا ظهرت الحقيقه بالحق. يظهر لي كلامي واضح سي علاء. كلامك تحكي بجدك يا حميده؟ اوكي قالتها بالفم المليان. مش معرس وعنده امراه الراجل هذا؟ هو عاد ردوا سيد. انا نحب نعرف منك انت. اخي انا كي نمشي بحدا السيد. نوروا يا بنتي قول له. مش نوروا حياتي ذاك يعني ما كنتش شكون مشي. يا حميده يهديك اعطيني وين تمشي مرتي جيت وحمراء رجعني كل واحده صفراء. لا خويا سي علاء انا من حقي باش نسال على مرتي وين ولا؟ هياك رديتها اخي تو سامحني. هي ديما وين تخرج تقول لي ما يهمكش فيا. اخذ اني نقول لك هيك. وكي نقول لك ما يهمكش فيا تمشي وتبات وما نكلمكش. مشيت ليله عندي ملاك. ليله سي علاء وقلت له شاورته اني خرجت منه اني وماما ومضروبه مشيت ووجهي مندوب ومخبشه مشيت اني خرجت منه يكلمني رئيس المركز
نتاع المدينه اش قال لي؟ قال لي مدام حامد. قلت له مدام حامد تصور انت تاكسيست كيري وجهي داخ. قلت له نعم تفضل. قال لي اني رئيس مركز. تفضل. قال لي راهو جاي راجل قدم بك بلاغ خرجت من غير استشارته. ويني خرجت اني وماما مدة من غير استشاره. لا سي علاء وخرجت الصباح. لا يا سي علاء خرجت هذيك قلت لها ما تمشيش خلاتني ما مشيت انا نخدم ماضي 3 راجل وهزت روحها مشيت. سي علاء قلت شنو عامله؟ عروسه 4 شهور مقدم بيه قضيه زنا. سي علاء اي سي علاء في مركز المدينه برا شوف المحضر. سي علاء جيلان. نعم سي علاء 4 شهور عرس. نعم سي علاء بعد 4 شهور عرس قدمت قضيه في الزنا ضد مرتك؟ لا زنا لا قدمت قضيه اللي كونها هي هزت لي دبشي سي علاء. نمشيو سي علاء نمشيو نشوفوا القضيه. سامحني موجود المركز ولا موجود القضايا موجوده ولا موجودين. نمشي اني ساقك على وشوف متسلم. كان اني نكذب قولوا لي سي علاء. اش طالب يا جيلان؟ انا طالب الرجع مرتي احكي معها خويا كلمها وترجع في الحفظ والامان وما عادش نقول لك حتى اي كلمه ونمشي بحذا السيد في شكون السيد؟ مش قلت لك السيد هو اللي هو يهدد فيا. سي علاء يهدد فيا بالتليفون. هو عندي نمروه سي علاء. مش صحيح مش صحيح اللي يحكي فيه. مش صحيحه. هاو نجيب التليفون سي علاء. ولد عائله هذاك سي علاء. لا عمره سامحني العيله اللي تحكي عليها عائله مثقفه وما تجبدش عليهم وعائله باهيه ومن فضلك تجي هوني تحترم روحك وتحكي على قصتك انت ومرتك. ما تحكيش على عباد من فضلك. سي علاء عندي توت عندي بالبار بروف عندي النميرو نتاعو. البارح برك يكلم فيا ويهدد فيا. يهدد فيك ايش يقول؟ يهدد فيا وكل شيء مسجل. ايش يقول؟ سمعني ما نكره وسمعني سب لي امه عليا وما خلى ما بقى فيا سي علاء. علاش؟ والله اعلم به. قال لي هاو اسالها. قل لها شنو هي علاش؟ نعرفش. لا نسالك انت. اني من نعرفوا السيد هذايا. قال لي كيما رجعت لك مرتك من الاول سي علاء كيما نرجع حالك توا. فهوش منطق سي علاء. مرتك سامحني خلي السيده كوتي انت شد في السيده. شنو في السيده؟ انت مرتك اخي قل لي استحفظت عليها مرتك. شبيك مرتي هاك في الحفظ والامان؟ انا بتبيع هاك لاباس عليك. بالحق حليت لك صالون دو كوافير سلفت لك 3 ملايين و800. خدمت عملت عليك خدمت في الدينار في النهار خدمت في الليل في القهوه ما خليتك ناقصه حتى في حد شيء. شنو هي حكايه؟ اني نحب نعرف شنو هي حكايه ضربه اثنين تمشي ما وريني تبات بالليلتين وبثلاثه سي علاء من نهار اللي خرج. ايوه انت كي مرتك هيك ترجعها نرجعها على خاطرش اني نحبك سبحان الله. اني نحبك ما عنديش. برافو. اني نقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك. كان ظلمتك. والمراه اسمعني يجريني كلمتين قدام العالم الكل. المراه راجلها كي يستحفظ عليها ويقدرها ويحترمها ما تحل عينها حتى على راجل. لا نحل. اما فيه الراجل ما عرفش يستحفظ على مرته راهي تشق الاخلاق. اماني الحمد لله ما شقتش الاخلاق. اني حاجتي باش نطلق وبعديك نشوف حياتي. فهمت؟ باش تطلق وتشوف حياتك. وبيناتنا ربي كان اني ظلمتك ان شاء الله يتيح فيها ربي. الحمد لله. وكان انت زاده وسيغ ظلمتني اما ربي. حسبي الله ونعم الوكيل كان انا ظلمتك. جيلاني. نعم سي علاء. تحبها المراه هذه؟ نحبها والشعره فيها بمليار انا عندي انا. ما نسلمش فيها اللي نموت. وقلت لها معك الباهي بس ما دامك عامله معك الباهي سي علاء ويحبك والشعره فيك بمليار وما يسلمش فيك سي علاء انت علاش باش تسلم فيه؟ قلت لها 35 سنه امه. استنى عاد لحظه ما عادش حاجتي بيه هذاك عمل جيلاني قالت لك ما عادش حاجتها بيك. كعود تصبح على خير. شنو عندي من عملت؟ يعني هاو قدام 10 ملايين. مش قلت تحبها وتموت عليها والشعره فيها بمليار؟ ايه انا نحبها لهذه ساعه انا سي علاء نحبها لهذه ساعه وما نغيرهاش بكلمه اعوذ بالله. هاو قدام 10 ملايين. كلمها احكي معاها. يا حميده يهديك ويرحم والديك. ارجع لدويرتك وصلي على النبي وسيب عليك من الحديث الفارغ هذا. كل حديث هذا العرك والقيل والقال راهو يكبر المشاكل. انا راني حاجتي بيك اليوم وغدوه. قلتها لك راني فرونشمون قدام 10 ملايين. انا راني نحبك وما نسلمش فيك. قلتها لك كلمه يا حميده راه عمري 35 سنه ما ناديتش امه. انت باش تعوض لي امه وباش تعوض لي الدار وما فيها وتعوض لي اختي وخالاتي وعموماتي. صحيح ولا لا؟ علاش تحطمت هيك؟ علاش ما هنيتش على روحك؟ مش ما هنيتش يا حميده. يخاف عليك يا حميده. انا خافه علي اني عايشه معاه. باهي سي علاء خوفا عليك سي علاء. قولها تعطيني فرصتي الاخرى في حياتي. الا يخاف على روحه سي علاء. قولها تعطيني فرصه. علاش انا عاطيه الثقه وعاطيه الكونفيونس وقلتها له قلت له اللي يعس على روحه واللي يخون روحه. فهمت؟ اما قلت له مش اصحابه مش نزرق عليك. علاش هو مش عامل كيفي؟ هذاك السيد هذاك اللي ترى فيه 1000 مره قلت عليه نقري في طفل صغير بيبي
شنو يقول لي؟ يقول لي اوكي مريقل، وحدنا راس يعدي لي نهير مريقله من غدوه كوكس، يرجع كالعاده يشك. انت حشك هيك شك انت ركبتهولي، نقول لك انت وناس تقول لي ما يهمكش فيا، اخي كيفاش تحبنيش نشك انا؟ يتقي مولاك يا والله لا عمري قلت لي ما وانت يهمكش زاد فيا. انت يا حميده كي تخرج مشاور حميد ما هو زاد انت خذ بخاطر وجاوب راجلك هذا. صدقني قسما بالله والله وين نخرج ونقول له هاني ماشيه، والله في الاخر كي ولا عابدني بالتليفونات، تصور نقعد مع بنات اصحابي مش نحكي معاهم، التليفون ما يعرفش وكلام زايد ما نجمش نقولوا يا رسول الله كلام اخي مش نقولوا اني نعاودوا قدام العباد ما نجمش. انت الراجل هذايا خنتوش؟ انا ربي يعلم. لا قول لي ايه ولا لا؟ انا ربي يعلم، اني عارفه روحي ما خنتوش ولهذه اللحظه ما خنتوش وانا ربي يعلم. باهي اذا كان هذا كله ما صارش خلينا نصلحوا الليله، نجموا نصلحوا. تتحرك يا جلال. نعم سي علاء. تتحرك عاد الاخر مره. تعرفش هذاك يمكن يعرف يمكن خونا. انشط يا سي علاء انا قلت لك ما نسلمش فيها لين نموت. هي هذا كلام، هذا كلام، هذا كلام. ترجع لدارها معزه مكرمه واي حاجه تصير انا قدام 10 ملايين تونسي سي علاء، واش نقصر معاها؟ نخدم عليها في هنا في الصباح ونخدم في الليل في القهوه سي علاء. مانيش مقصر معاها راهو هي شاهده عليها. لا العيشه ماهيش فلوس، قدر قبل الفلوس. انا مقدرك ونحترمك يا حميده، فما ربي راه. واللي اللي جيت لنا راني قلت لك باش نحب نرجعك لدارك. انا ضعت سيد حطمت ما عادش عندي لا اهل مالي. اللي عملوا بيدي صح عليك. اعطيني فرصتي على الاقل في فرصه اخرى. حميده ايش اقف بحذايا، اقف يا جيلاني. جيلاني. نعم سي علاء. الكرة عندك. الكرة عندي. طبعني مليح. نعم. المرأة هذه كانك تحبها تنجم تعمل المستحيل الليلة. نعمل المستحيل الكل نعملها. وتنجم تقول الكلام اللي ما عمرك ما قلته لها قبل. استناني عاد. نعم. الليلة أنت الوحيدة اللي تنجم تقرر مصيرك. واضح. أنا ما شكيت حتى لحظة أنك تحبها. وأنك ما تحبش تتخلى عليها. نعم. لكن أنت ساهمت زادة ببعض الأخطاء. وكنت غلط في حقها في برشا حاجات. باهي. كيما هي تنجم تكون غلطت في حقك، لكن أنا سألتها سؤال جوهري. نعم. قلت لها الرجل هذايا خنتوشي؟ قالت لي لا. على المبدأ هذايا مانيش باش نخونوا إلا ما نطلق زاد. أنا قدام 1000 على المبدأ هذايا. نعم. احترمت أنه فيه موقف. نعم. لكن باقي عندي أمل أنه نجموا نبني وما نجموش نهدم. نجم. خذ عندك 3 دقائق. نعم. كانك راجل وسيد الرجال. نعم. سامحني في الكلمه راهو ما نقصدش العكس. نعرف سي عليه. تقنعها المراه ذي باش تحل الستار. ماني باش نتكلم حتى كلمه. تفضل. يعني نقول لك يا حميده راني نحبك وما نسلمش فيك لين نموت. نقول لك ارجع لدويرتك اليوم قبل الغدوه وما نخليكش نقص في حد شيء، وانسى الماضي وابني حياتك توا من جديد. واذا انا نقصر لك في اي حاجه خليك في اي حاجه مستحقه فيها او قدام 10 ملايين تونسي يعملوا فيه شنو يحبوا هما اللي يحكموا. وانا نقول لك راني نحبك وما نسلمش فيك. بالحق راني نحبك يا حميد. ما عنديش حتى حد في حياتي وما عنديش حتى حد في دينتي. انا سلمت في اهلي ومالية في زغوان على خاطرك. واعطيني فرصتي اخر فرصه في حياتي يا حميد. حميد انا يظهر لي جيلاني صادق. انا نحكي معك بصراحه. صادق. ما يكذبش. لسبب بسيط. ظهوره اليوم صحيح يظهر في موقف راجل ضعيف قدام امرأة. مش عيب إذا كان يحبها. وما يلزمش المرأة تفهم المساج هذه بالغلطة أنها تستقوى على راجل لأنها هي حسمت فيه ولأنه هو مش قادر باش يقنعها. نزيد نقلب لك الفكرة. بين الرجل والمرأة مش مشكلة حد منهم يضعف أو ربما يطيح أكثر من اللازم. إذا كان يحب علاش لا؟ لا ينقص من رجوليته ولا يطيح لك من كرامتك. نجم تكون أنت غلطت في حقه وينجم هو يكون غلط في حقك. إذا كانك ما خنتوش ثم طريق صغيرة للصلح. إطلاق ما عندوش وين يهرب. تنجم تطلق غدوة، تنجم الشهر الجاي، تنجم اللي بعده. لكن مادام عندك اليوم الفرصة باش الراجل هذايا اللي يبدو أنه طيب ويبدو أنه صادق رغم بعض الأخطاء اللي فيه وقد تكون بعض الأخطاء اللي فيك، يظهر لي أنه كي تعطيه فرصة ما تخسر شيء. واطلاق إذا كانك مقررته راهو ينجم يكون اليوم غدوة بعد شهر بعد شهرين بعد 3. تفكر الحاجات الباهية اللي فيه كمان.
ماهوش خايب للدرجه هذه. هو مثل يقول لك ولدك على ما تربيه وراجلك على ما تسنس، وراجلك على ما تسنس. ما دامك انت والمراه الشاطره هي اللي تعرف زاده كيفاش تجيب رجالها الاثنين. تو انت تقول له من قبيليك انت دورك باش تستحفظ عليه، يوريه انت كيفاش تنجم. انا اللي استحفظت وخذيته وهو ما استحفظش. نعطيوه فرصه مسكين الراجل وما يسالش. تو نسالوا عليكم بعد شهر ونشوفوا. لا بعد شهر يشد الرجله. بعد شهر يشد الرجله. اي حسيتك حميده هكا مع جيلاني 3 سنين راني نعرف جيلاني، اني عايشه معاه مش حتى حد راه 3 سنين مش خايف. 3 سنين حتى كل شهر عركه، كل شهر عركه، كل شهر عركه. حتى الكلام اللي قالوا على حكايه كذا وكذا وكذا ما غش وتنرفيز هذاك هو جيلاني. مثلي هو اول حاجه مثلي سمعتي نورمال، اني نعرف روحي شنو جيلاني هذاك هو. بالنسبه ليا اني بالحق سؤالي ليك يا حميد، يفتح هذا الستار تروح لدار راجلك؟ لا خمم حميده ما تسرعش. باش تتسرع تنجم تغلط. انا نحبك تكون راكزه وتركز مليح في قرارك. الراجل هذا مش دون يبدو اني راني بالحق تعبت معاه، راني بالحق حبيتوش الراجل هذا. حبيته تو ستوب. فما الحب عنده نهايه. اني عييت، اني وصلت نستعمل في الحرابش باش نرقد. اني راني تعبت بالك يتصلح. والله ليه والله فيش حاجات باهيه، ما تصلحش في الخطبه، ما تصلحش فيش حاجات باهيه. فيه وفيه. اما المريض يداوي روحه بعد يرحم ربي. اني بالنسبه لي اني عييت، اني ديجا شاده دارنا لين يا جيلاني. نعم سي علاء. اني عييت. نعم سي علاء. تحرك يا جيلاني، تتحرك عاد. سي علاء انا راني شنو جيلاني؟ يا سي علاء صدقني نحبها بلاش بها هي راني ما نعيشش. قصة من عظم من بلاش بها واعطيني قولها فرصتي واللي عملته غلط يا سيدي تسامحني ونبني حياتي من جديد معك، واي حاجة تستحقها انا قادر نعملها معك. سامحني قول لي يا سيدي تسامحني. والله انا نحبكم تخسروا بعضكم. صدقني انا امنيتي نحبها تو تروح معايا لدارها معزة مكرمة، امنيتي. وما نسلمش فيها راني نحبها سي علاء، ما نريدش فيها هيك، ما نريدش فيها جملة. حميدة يفتح هذا الستار. نعم أمنا. شكرا لك حسن اللقاء. ظاهر سي علاء عندها علاقة الله أعلم. لا استنى جيلاني. نعم. ريت الرد الفعل هذايا شوف يبدو لي فما خلل بيناتكم الزوز. هي ماهيش أنا نعرف على العلاقة نتاعها شنو. تمر على جاي يا جيلاني؟ لا أني أعرف. كي تعرف وعارف. خاطركش جاي لهنا اش قاعد تعمل؟ هي حبت يا جيلاني اش قاعد تعمل؟ أنا جاي لهنا باش نحب نرجعها. وأنت تعرف؟ معزة مكرمة. وأنت تعرف؟ شنو نعرف؟ أنا حبيت نعرف السيد. سي علاء نحبك تفهمني. هذه المرأة هذه أنا مقتنع باش نرجع. أنا حبيت جاي غادي باش نرجعها. ننصحك نصيحة. هي مهما شوي لو كان زدت طولت معاها شوية ممكن كانت ترجع. أما أنا كنت محايد الليلة في أنه لا نجي معاك لا نجي معاه. عاود كلمها وبعد 3-4 أيام هز التليفون وكلم. تكورد جيلاني. واضح. تحية كبيرة للجيلاني. يرحم والديك. عايشك بارك الله فيك. عايشك على خير. إلى اللقاء. الجيلاني الليلة ما تمكنش من أنه زوجته حميدة تفتح عليه الستار. يبدو لي أنه الأزمة الإشكالية وإلا الأزمة بيناتهم هي أزمة ثقة وأزمة تفكير وأزمة شخصيتين متناقضتين. جيلاني إنسان ولد بابا الله عاقل مسيكن مش كيك. المرأة تبدو عندها حد أدنى من المواقف وعندها توجه معين. هذاك علاش الليلة زوز شخصيات ما يتقابلوش إطلاقا. إذا كان فما أمل في الأيام القليلة القادمة تو نعطيكم جديد بين جيلاني وحميدة. مشاهدة طيبة للجميع. بعد الفاصل باش نكملوا حكاية حنان وعادل ونشوفوا شنو اللي باش يصير مع ولدهم فيما يخص صحته والعملية اللي باش يقوم بها. أما توا باش نتبعوا حكاية سي علي اللي كانت مرته ديما تضرب فيه، الشيء اللي خليهم يطلقوا. سي علاء كنت معناها تكثر برشا كلام مثال وكل شيء مثال طيح لي قدم مثال نوصل مثال باش نمسه ولا حاجه ترجع لي مثال. شوف
سي على تطيح لي قدم مثال تقول لي انت تضربك ولا؟ ايه كان مسها تضرب نرجع تعطيك طرح.